صباح الخير عليكم حبيباتي، واش راكم؟ واش احوالكم؟ نتمنى الفيديو تاعي يلقاكم نتوما باحسن احوالكم يا رب. مازلنا مع وصفات الخاصه بشهر رمضان الكريم، وصفات رمضانيه. اليوم جيتكم بوصفه مملحات اللي هما عباره عن كيش. راح يكونوا بعجينه بزاف اقتصاديه، راح تكون غير بالزيت، وراح تجيكم مقرمشه بزاف بزاف وبزاف بنينه، وبحشوه واش نقول لكم هايله هايله. راح يكون الحشو بلي زيبينار بالسلق والبولي، وراح ندير لهم واحد لاباراي تاع لي كيش هايله هايله وخفيفه، وتجيكم بزاف بزاف بنينه. ولي كيش تاعكم اش نقولكم يخرجوا ما ينشبعوش. اعتمدوا هذه الوصفه وراكم رايحين تشوفوا النتيجه. كما قلت لكم اليوم جبتكم وصفه، راح تكون وصفه لي كيش مملحات خاصين بشهر رمضان الكريم. في هاد لي كيش راح نديرو يعني واحد الطريقه هايله بسيطه لاي المبتدئين. اي وحده مبتدئه تقدر دير هاد لي كيش، وراهي رايحه باذن الله، راهي رايحه تنجح فيها. كم تشوفوا هنا في ريسيبي واش عندي هنا، عندي حبه بيض. راح نفصل البياض والصفار، راح ناخذ غير صفار بيضه، صفار حبه بيض. وراح ناخذ نص كاس نتاع الزيت ونخلطوهم مليح مليح كما راكم تشوفوا، نص كاس نتاع زيت نباتي. هنا يعني ما ننصحكمش تستعملوا زيت زيتون لان راح يجيكم تجيها في ذوق بزاف قاطع. استعملوا زيت نباتي عادي. نخلطوا كامل هاد المكونات مليح مليح. اش راح نزيد لهم هنا؟ راح نزيد لهم رشه نتاع الملح ضروريه في هاد الوصفه. نخلطوا الزيت والبيض حتى نحللنا مليح هذيك الصفار نتاع الحبه بيض في هذيك الزيت. هنا واش راح نديروا؟ راح نزيدوا 2 كيسان نتاع فرينه، نغربلوهم من الاحسن. لازم نغربلوا الفرينه تاعنا هكا باش تجينا لي كيش تاعنا يجوا بزاف بزاف خفاف. كما راكم تشوفوا هنا راح نبسس هذيك الفرينه، راح نبسوها بهذاك الخليط نتاع الزيت ونص كاس نتاع الزيت والحبه نتاع البيض. نبسوها مليح هكا براحه يدينا، يعني خذوا وقتكم هنا، لازم تبسوهم مليح. علاش لازم تبسوهم مليح؟ باش هنا كي نزيدوا لها الماء ماهيش رايحه تشكل لنا هذوك الحبيبات. وبهذيك لاستوس اللي درناها كي خلطنا الصفار نتاع حبه بيض خلطناها مع الزيت، هذه راح هي اللي راح تخليكم هذاك المشكل تاع هذوك الحبيبات هذوك تاع البيض يجيكم في العجين. كما قلت لكم هنا عندي كاس ماء عادي. راح نبداو نزيدو فيه غير بشويه. هنا راني نتوما على حساب الحجم نتاع صفر حبه بيض والنوعيه نتاع الفرينه نتاعكم. هنا ما استعملتش كامل هذا الكاس، لا. هنا راكم رايحين تزيدوا الماء غير بشويه، قطره قطره، حتى تلم لكم العجينه تجيكم العجينه طريه. هنا استعملت واحد ثلث كاس ماشي ربع، يعني ما وصلش لربع، ثلث كاس كما راكم تشوفوا هنا. يعني نتوما يعني هنا لازم تزيدوا بالماء بشويه بشويه، قطره قطره هكا، باش ما تغلبكمش العجين تاعكم يجيكم جارك. نشوفوا العجينه تاعنا جات طريه وماهيش تتلاصق، لازم تجي طريه بصح ماهيش هذيك اللي تتلاصق في اليد. هكا نكوروها العجينه هكا ونخلوها بجيه. كم تشوفوا هذه هي القوام نتاع العجين اللي تحصلنا عليها. كم تشوفوا جايه عجينه بزاف بزاف طريه وما تلاصقش في اليد. هنا واش راح نديرها؟ راح نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. على الاقل لازم تخلوها ترتاح واحد 4 ساعات. نخلوها ترتاح ونعاودو نكملو الوصفه نتاعنا. ارتحت لنا العجينه، خليتها 4 ساعات. دوك نبداو نشكلو في لي مول تاعنا. نتوما استعملوا اي مول يكون عندكم، تستعملوا لي باركيت، تستعملوا هاد المول صغار، ولا ما كانش عندكم متوفر تقدروا حتى تستعملوها ديروها طرطه كبيره، يعني هكا كيش تكون بزاف كبيره. لا نقسم العجينه نتاعنا على 10، يعني هي للامانه خرجت لي اكثر من 10 حبات. هاد ال10 حبات اللي قسمتهم لي مول تاوعي صغار، ويعني خرجوا لك واحد 12 حبه، يعني هي عجينه اقتصاديه وتخرج لكم كميه ما شاء الله. 12 حبه غير بحبه بيض تخرج لكم يعني الشهر تاع رمضان نديروا 12 حبه غير بحبه بيض. هنا راح نكوروهم نشكلوهم هكا كويرات. نتوما يعني على حساب الحجم نتاع الليمون تاعكم نتوما قادرين هنا توزنوهم. انا يعني درتهم عيني ميزاني من بعد ولا غير خرجوا لي جاو كبار
صافي كي درتهم في ليمول نقصت ونحيت منهم بزاف. يعني الطريقه نتاع التشكيل سهله بزاف. ويعني نشدوا العجينه نحكموها هنا نقول لكم نصيحه، هنا العجينه ما تحلوهاش فوق لو بلون دو طرافاي ولا فوق البوطاجي تاعكم. علاش؟ راهي رايحه تخرج لكم كامل هذيك الكميه نتاع الزيت. هي الكميه نتاع الزيت هي اللي راح تخليها مبسه، تجيكم مبسه وتجيكم تتفتت وتذوب في الفم. يعني شكلوها هكا، ديروا كويرات وشكلوهم داخل لي مول تاعكم ديريكت. يعني ما تحلوهاش العجينه كبيره وتقطعوا وتحطوا هكا، راهي رايحه تفقد لكم كامل الكميه نتاع الزيت نتاعها. للتشكيل نحكموها هكا بحافة نتاع صباعتنا بصبعنا الكبير كم تشوفوا هكا. نقطعوا لها هادوك كامل هادوك الزوائد بالحافة نتاع صباعنا الكبير. راح نصقموا لها الشكل نتاعها هكا باش تجينا ما تجيناش جهه هابطه وجينا جهه طالعه. وهكا حتى في الشكل تاعها تبان خدمه متقونه. يعني بالعقل تولوا تتعودوا على هاد الطريقه. نزيد معاكم حبه واحده اخرى نخليكم تشوفوا الطريقه كيفاش. هكا نشدوا الحبه وبصبعتنا نطلعوا الحواشي ونضغطوا عليهم مليح مليح كما راكم تشوفوا هكا. على ما اظن الصوره راهي واضحه. المهم الخدمه راهي حتكون كامل بصبعكم الكبير، يعني ما تستعملوش صباعتكم الاخرين، لا لا استعملوا غير الاصبع هذاك الكبير. هكا بهذه الطريقه نضغطوا على العجينه نطلعوا لها كامل من الحواف. وبال انا راني نقول لكم، انا سمحوا لي ظفرت يعني كنت قشرت الفول ختمت الفول بقات هذيك، يعني غسلتها بالجافيل درت كامل بصح ما حبيتش تروح الكحوليه من يدي. الا كانت عندكم كاش وصفه هكا تبيض اليدين بعد الفول حطوها لي تحت في لي كومونتير، ما ننساش خيركم لانه انا معاند مع الفول. المهم نقولوا الوصفه نتاعنا كم تشوفوا هنا الطريقه نتاع المهم تشكلوا الحبات نتاع الكيش نتاعنا اسمحوا لي. راح نكمل كامل الحبات نتاوعي. نحطهم من الاحسن انكم تحطوهم في المجمد يجمدوا يشدوا روحتهم. على هاد الاسوس كي تحطوهم في المجمد يجمدوا يشدوا روحتهم ماهمش رايحين يهبطوا لكم في الفور. هما راكم فاهمين يعني هاد لاستيس درناها من قبل، درتها لكم في حلوه هذيك تاع لي طارتولات. كي تشدوا لي طارتولات تاعكم ولا لي كيش ولا اي حاجه هكا في ليمون حطوها في المجمد تجمد مليح ومن بعد حطوها في الفور هكا. يعني العجينه تاعكم ما هي رايحه تتكمش، ما هي رايحه تهبط لكم من المول تاعكم ورايح يخسر لها الشكل. كي نكملوا كامل الحبات نواسوهم بالفرشيطه نثقبوهم كامل بالفرشيطه. هنا يعني حبيت نمد لكم برك استوس هذوك اللي شوت اللي يبقاو لكم يعني ما ترموهم. شوفوا انا خرجوا لي واحد شحال من حبه، واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، خدمت 9 حبات وباقيت لي العجينه ناقص واحد 4 ولا 5 حبات. يعني يخرج لكم كميه ما شاء الله كبيره ويعني زاكيه. كم تشوفوا هذا الزيت قلت لكم هذه الملاحظه كنت قلتها لكم من قبل. الزيت هي اللي راح تخلي لكم لي كيش تاعكم لي فون تاع لي كيش تاعكم يجوا مبسين. نعاود نذكركم انكم عمركم ما تحلوا العجينه نتاع لي كيش هكا ليتكم بالزيت فوق سطح العمل، راهي رايحه تفقد كامل الكميه نتاع الزيت نتاعنا. راح نكمل كامل هاد الكميه نثقبهم نخليهم في المجمد يرتاحوا ومن بعد نعاودوا نولوا ليكم. راكم تشوفوا هنا بعد ما وجدت لي العجينه دوك ندخلها في الفور يطيبوا. لازم يكون الفور سخون هكا 160 درجه. نطيبوهم نص دياب، ما نطيبوهمش كامل، نطيبوهم نص دياب جست يعني يبسوا شويه ينشفوا شويه ونخرجوهم نكملوا الوصفه نتاعنا. هادو هما لي كيش نتاعنا بعد ما طابوا. كم تشوفوا كيفاش جاو بزاف هايلين. هنا طيبوهم بيوضه هكا ما تحمروهمش بزاف. نروحوا لاباراي تاع لي كيش تاعنا ولا كيفاش نشكلوا لي كيش تاعنا الحشوه نتاعها. هنا كم تشوفوا هنا بولي قطعته صغير صغير، انا ما نحبش نرحيه، نحب هكا نقطعوه هكا قطع صغيره وانتم حبيتوا ترحيوه عادي. قليته في شويه زيت، درت له التوابل كامل. هنا الزيت كثرت شويه علاه في هذيك الزيت اللي قليت فيها هذاك البولي زيت قليت فيه البصل وزيت قليت فيه لي زيبينار السلق. البصل حمرته مليح مليح ما درتلوش توابل لانه هذيك الزيت كانت متبله بالتبله تاع التتبيله تاع الدجاج. والسلق درت لها غير ملح وفلفل كحل. هذا ما كان قلت لكم في نفس الزيت قليت كامل هادو كامل.
قطع جبن مثلثات، واحد 3 قطع هكاك نتوما والرغبه نتاعكم. حبيتو تكثروا الجبن راهم رايحين يجيكم بزاف بنات. نخلطوا كامل هاد الخلطه، هادوك هادو الخلطه تاعنا نخلطوها مليح هكا بالملعقه. ودوك نجو نوجدوا لاباري نتاع لي كيش نتاعنا. واش نقول لكم، لاباري هذه نقول لكم حبه بيض وحده فيها العجينه وفيها لاباري نتاع لي كيش، فيها كلش. عندنا هذيك الصفار نتاع حبه بيض، ندير لها رشه نتاع الملح، نخبطها مليح بالفرشيطه، نحلها شويه ونزيد لها نص كاس نتاع الحليب. ما تجينيش يعني لاباري تاع لي كيش تاعي ما فيها والو، فيها غير هذيك الصفار نتاع هذيك البياض نتاع حبه بيض، زدت لها مغرف كبيره نتاع لافارين تكون ممسوحه ماشي معمره مليح. زدت لها رشه نتاع خميره الحلويات اللي حتمد لنا خفه لهاد لي كيش. ودوك راح نزيدو الحليب غير بشويه. الحليب هنا درت واحد النص كاس، والباقي راح نزيدو كي نفرغو فوق الحشوه نتاعنا هكا باش ما تغلبناش. هاد الخلطه راح نفرغها داخل الحشوه نتاعنا. كما تشوفوا هنا درت لها شويه نتاع بابريكا وزدت لها شويه نتاع الكركم. لاباري تاع لي كيش تاعكم من الاحسن انكم تصفوها هكا باش ما دوك الحبيبات نتاع الفرينه اللي ما ذابتش ما تبقى لكمش داخل لاباري تاع لي كيش نتاعكم، باش جينا لاباري تاع لي كيش تاعنا تجينا هايله. كما تشوفوا هنا دوك راح نزيد الحليب غير بشويه حتى نتحصلوا على القوام يعني حباتكم. تشوفوا هنا استعملت واحد الكاس الا ربع. هذه هي لاباراي نتاع لي كيش تاعنا. دوكا الحشو نتاعنا راهو واجد، لي طارطولات لي فون دو طارط تاعنا راهم واجدين تاني. راح نعمروهمش مليح، نعمروهم قيس ما نفيضوهمش مليح هكا باش من بعد ما همش رايحين يخرجوا لنا من لي فون تاع لي كيش تاعنا، باسكو على بالكم بلي حطينا فيها شويه نتاع خميره الحلويات. راح نكمل نعمر كامل هاد لي فون تاع لي كيش ونعاود نولي لكم ونشوفوهم كيفاش على صحن التقديم. راح نهضروا نسيت ما هضرت لكمش على طيابهم. نطيبوهم على درجه حراره 160 درجه، نطيبوهم من التحت حتى ينشفوا كامل، نشعلوا لهم من الفوق. هنا يعني لكم حابين ديروا لها جبن من الفوق ديروا لهم، انا حبيت الجبن يبقى هكاك من بعد نزين به. هادو هما لي كيش نتاوعنا بعد ما طابوا يعني خداو هذاك اللون راني حباتو، نشفوا كامل هذيك الحشوه نتاعها نشفت. زينت هكا بشويه نتاع جبن رابي، ودرت لها حبه زيتون من الفوق. هذه هما لي كيش نتاعنا اليوم. راكم تشوفوا هنا الحبه كيفاش جات بزاف هايله. واش نقول لكم، بنينه بزاف بنينه. شوفوا لاباط كيفاش تجي هايله وتجي خفيفه وهشيشه. واش نقول لكم تذوب في الفرن، ما تجيش كامل معجنه ولا يابسه. هذه على ضمانتي. حنقسم لكم حبه وتشوفوا كيفاش تجي مفتته تتفتت. يعني واش نقول لكم، العجينه بزاف هايله، ما تفرقوهاش كامل على العجينه نتاع الزبده. يعني واش نقول لكم، حبه بيض ديروا اكثر من 12 حبه نتاع ليكيش، ولا غير بزاف بنينه توالم هكا لعرضاتكم شهر رمضان، خاصه اللي هكا تكون عائله كبيره. يعني من عائله كبيره بحبه بيض تخرج لك يعني تفطروا بها كامل. هذه هي الوصفة نتاعنا اليوم. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اي واحد يشاهد الفيديو تاعي نتمنى انه ما ينساش يضغط على زر الاشتراك او لايك من عندكم، وبارتاج ماكسيموم دو بارتاج هكا باش يوصل الفيديو اكبر عدد ممكن من المشاهدين. نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله، وصفة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.